قررنا نعمل لكم فيديو مختلف وتجربة مختلفة إن شاء الله تعيشوا معانا أجواءها. وفي الفيديو ده هنعمل مع بعض محشي ملفوف أو محشي كرنب على الحطب في الكانون، محشي جدتي وجدتك. هنعرف مع بعض كل تركات المحشي وهنعيش مع بعض لحظات جميلة. شايفين الجمال والحلاوة وريحة الدخانة اللي طالعة كده بتخلي المحشي في حتة تانية. شايفين منظر المحشي؟ ايه الحلاوة دي! يا ريت تكملوا معانا الفيديو للنهاية وتشاركونا كل لحظة من لحظات الفيديو. هنبدأ بتجهيز الكرنب عشان نسلقه، وطبعا زوجتي مساعداني في الفيديو ده، او تقريبا هي اللي عاملة الشغل كله وانا كان عليا التصوير فقط لا غير. هنبدأ الأول نقص الكرنب من المنطقة بتاعة الجدر من المنتصف كده ونفرغها تماما، ونشيل القطعة اللي في منتصف الكرنباية كده ونخلي المنطقة دي خالص. تبقى الكرنباية معانا مفرغة من جوه خالص كده، ومفيش حاجة رابطة العروق أو الورق بتاعها ببعضه كده، بتبقى مفرغة. بمجرد ما المية السخنة هناخد الكرنباية ننزلها في مية السلق، والمية دي عبارة عن مية وملح وضيفين لها معلقتين كمون، علشان الكمون بيعالج او بيمنع الانتفاخات وتقلصات البطن. ودي معلومة مهمة جدا علشان ناكل الكرنب بدون ما يزعلنا ولا يتعب معدتنا. بعد كده بنحطه في مية السلق ونسيبه لحد ما يستوي، يوصل لدرجة السليق اللي احنا عايزينها، بيبقى معانا بالشكل الجميل ده. تطلع الورقة بسهولة جدا، اللي بتستوي بتلاقيها طلعت على طول. نطلعها اول باول كده وبنركنها على جنب. شايفين؟ بسهولة ويسر جدا جدا جدا، طلع معانا ما شاء الله منتهى السهولة. بعد كده بنخلص سليق الكرنب كله بالشكل ده، وبنيجي نقطع الكرنب ده على حسب الحجم اللي احنا هنلف بيه. بنقطعه شرايط على حسب الحجم اللي احنا هنلفه. طبعا في كذا طريقة للتقطيع، بتبقى شرايط زي كده، ممكن ناخد الشريطة دي كاملة في ايدنا ونلف ونقطع منها، وممكن نقطعها ونعملها مربعات ونشيلها على الصينية كده ونبقى ناخد منها اول باول. والطريقة التانية ان احنا ممكن ناخد شريطة الكرنب كده ونلف ونقطع، نلف ناخد على حد قد الحباية او الصباع ونقطع. بعد كده بقى هنروح للتخديعة او التقلية او خلطة المحشي اللي هنعملها. بنحط شوية زيت أو زبدة أو خليط بينهم أو أي مادة دهنية نستريح لها على النار، وننزل عليهم البصل لحد ما يدبل، وننزل معاهم فصين توم مهروسين كده، ونستنى لحد البصلة ما لونها يدبل كده ويصفر. ما نخليهاش تستوي أو تحمر جامد، علشان إذا تسبكت جامد واحمرت بيبقى فيه حرقان على الصدر أو التسبيكة الزيادة عن الحد ملهاش لازمة أو بتبقى تقيلة على المعدة. بعد كده بنضيف لها البهارات عبارة عن ملح وكمون وفلفل اسود وبابريكا ومعلقتين كبار سكر عشان يعادلوا حموضة الصلصة او الطماطم، وكمان تدي للبصل التكرميلة الجميلة اللي احنا عايزينها. بنقلب البهارات قبل ما نضيف الصلصة، ودي معلومة حلوة وجميلة هتخلي الصلصة معانا او خلطة المحشي في حتة تانية خالص. كده البصل مع التوم وصلوا للدرجة اللي اتغير فيهم لونها، وبقت يعني ايه لونها اتغير ودبلت كده. وطبعا مع البصل احنا فرمين قرن شطة، سواء كان حامي او بارد على حسب الذوق والرغبة. بعد ما نوصل للدرجة دي من سوى البصل بنبدأ نضيف عصير الطماطم، ودي طماطم مضروبة في الخلاط متنعمة ومتصفية، وبنضيفها على البصل ونقلبها تقليبة كويسة كده مع البصل والثوم وقرن الفلفل، ونسيبها لحد ما تتسبك وتبقى جاهزة معانا. طبعا أضفنا البهارات وأضفنا كل حاجة والملح والكمون والفلفل الأسود. هنسيبها معانا لحد ما تتسبك وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده بقت جاهزة معانا للشغل. هنسيبها تبرد وهنروح نجهز بقية الحاجة اللي عندنا، ونروح يبقى الشكل معانا الأدوات والحاجات اللي معانا بقية المكونات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. معانا الكرنب متقطع، ومعانا الصلصة جاهزة، ومعانا الخضرة متقطعة، ودي جذور الخضرة أو بواقي تقطيع الخضرة. طبعا هنحتاجها معانا وهنعمل بيها ايه؟
هنرصها في قاع الحلة او الاناء اللي احنا هنرص بيه او هنطبخ فيه المحشي. طبعا خليكم فاكرين ان احنا هنسوي المحشي في الكانون او في الفرن زي ما تحبوا. وطبعا كل ما كترنا الطبقة اللي تحت دي طبعا بتدي تيست جميل للمحشي، وكمان بتحافظ ان المحشي ما يتحرقش. هنجيب الكزبرة، طبعا ممكن ناس تاخد بقدونس او شبت او كزبرة، اللي كان متوفر عندنا الكزبرة جبناها وقطعنا الكزبرة نعمناها كويس وجبناها وخلطناها مع الصلصة، بقت بالشكل الجميل اللي معانا ده. وبعد كده هنضيف عليها الرز، ناخد الكمية المناسبة. طبعا الرز ده مغسول ومتصفي، هننزل بالرز أول بأول. ولو لاحظنا احنا كنا شايلين شوية من الصلصة علشان نشوف كمية الرز اللي هتجيب معانا كمية رز قد ايه. بنقلب كده ونشوف. طبعا إذا احتاجنا رز هنزود رز، وإذا احتاجنا صلصة هنزود كمية الصلصة اللي معانا. طبعا هننزل بكمية الرز اللي فاضلة معانا، هننزل بكمية كافية كده. وبعد كده هنضيف الصلصة اللي كنا شايلينها معانا هنا، كنا شايلين جزء من الصلصة على جنب، هنضيفه كمان بالشكل ده. وبعدين نقلب ويبقى معانا كده الخليط بتاعنا جاهز ونقدر نشتغل بيه. دلوقتي نبدأ نلف المحشي بتاعنا. وطبعا فيه موجود معانا عندنا ورق سلق او ورق لفت، اي حاجة بتتحشي. فممكن نعمل طبقة من ورق السلق تحت في اول الحلة من تحت، وبعد كده نكمل بمحشي الكرنب. ده ورق سلق فبنلفه، ممكن نحشي ورق لفت كمان. اي حاجة بتتحشي من الخضروات بتبقى جميلة وطعمها جميل جدا. طبعا هناخد اول طبقة من المحشي بالسلق زي ما حضراتكم شايفين كده، بنلف تمام. وبنروح على الحلة اللي هنطبخ فيها. طبعا الطبق ده او صينية الكيك دي احنا بنحب نعملها في الصينية دي لانها محكومة وبتاخدش وقت كتير في التسوية، وبيبقى التسوية بتاعتها جميلة جدا سواء على البوتاجاز او في الفرن او على الكانون. طبعا هنبدأ نلف كل الكمية اللي معانا. وبعد ما خلصنا الطبقة الأولى وخلصنا كمية السلق أو اللفت اللي معانا، هنبدأ نشتغل في محشي الكرنب. طبعا مقطعينه شرايط زي كده، بناخد منه أول بأول على قد حجم الصباع المحشي اللي هنشتغله، وناخد من الحشوة الكمية اللي احنا عايزينها على قد الحشوة. وهنلف الصوابع المحشي بالشكل ده ونحاول نقفلها كويس، ونبدأ نرص الطبقة بتاعتنا. طبعا حجم صباع المحشي بيختلف من واحدة لواحدة أو من بيت لبيت. طبعا لو الوقت فاضي مع ستات البيوت بيحبوا يبدعوا وبيخلوا الصباع صغنن خالص، وطبعا في ناس بتحب الصبع الكبير ده. وطبعا كده بنخلص كمية المحشي كلها، وتبقى معانا الصينية جاهزة للشغل بالشكل ده كده. ومن فوق المحشي الكرنب ومن تحت ورق السلق. بنروح بقى نحضر الشوربة او المية اللي هنعبي بيها او المحشي. بنحط مية فيها شوية ملح على قد كمية المية، نظبط الملح بتاعها، ونغطي بورقتين كرنب كده على الوش علشان ما نحتاجش طبق، او واحنا بنضيف المية السخنة المحشي او صوابع المحشي ما تتحركش من مكانها. وهنضيف الشوربة. طبعا ممكن نضيف لها مرقة دجاج، ممكن لو عندنا شوربة لحمة او فراخ موجودة في التلاجة نعملها بيها. وممكن في ناس بتضيف لها اللبن وبتسويها في الفرن كأنها برام معمر بالظبط. طبعا كل دي طرق للتسوية. تمام. بعد ما خلصنا المحشي وعبيناه وبقى جاهز معانا كده للتسوية، بنهز كده ونتأكد ان كمية المية مناسبة. لو لقيناها محتاجة كمان شوية مية بنزود لها كمية المية اللي احنا عايزينها لحد ما تبقى معانا بالشكل ده كده. واول ما تجهز معانا بنغطيها كويس. ده شكل المحشي اهوت، المية او الشوربة مغطياه كله بس مش مغطياه بزيادة. ونروح بقى على فرننا الجميل او الكانون اللي عامل نفسه فرن، حاجة كده عملناها على السريع علشان ندوق طعم المحشي على الكانون. الفكرة كلها في الدخانة بتاعت المحشي بتاعت النار او الكانون دي، بتدي تيست مميز جدا وجميل جدا للمحشي. طبعا بنولع وبنهدي النار
لحد ما تصفى كده، ونسيبها لحد ما تتلدن، ويبقى معانا المحشي بالعظمة والجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. حاجة كده من بعد الخيال بشوية. ريحة المحشي قلب الدنيا، مع ريحة الدخنة اللي هي طالعة من الكانون، حاجة كده تفتح النفس ما شاء الله. بعد كده هنشوف هنفضيها ازاي. شايفين المحشي عامل ازاي؟ مفيش حباية محروقة. هنشوف كده الصينية من تحت جميلة ولذيذة. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم ويكون الفيديو عجبكم. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. نسيت اقول لكم ان الكزبرة او الخضرة من عندنا انا زارعها قدام البيت كده. نزلت جبت كمية الخضرة اللي احنا عايزينها، وكمان جبت عودين من النعناع كده، لزوم ان هم يخلوا الاكل جميل كده ويهدوا المعدة. الحاجات دي بتخلي الاكل جميل جدا. بتمنى من حضراتكم لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، وبنرحب بدعمكم لنا بالشكل وبالطريقة اللي تحبوها. شكرا لكم، شكرا جزيلا، واتمنى تشوفونا في فيديوهات تانية جديدة. نتمنى من الله التوفيق. وفي نهاية عام 2024 بنتمنى لحضراتكم كلكم عام جميل وجديد وسعيد. ربنا يحقق لكم فيه أحلامكم إن شاء الله يا رب. وشكرا ليكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. ولو الفيديو عجبكم قولوا لنا ان الفيديو عجبكم، وقولوا لنا تحب نعمل ايه مع بعض الاكلة الجاية. شكرا ليكم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.